دريم ميكرز او صانعات الاحلام. فعلا المرأة قادرة على تحقيق الحلم، وده حصل فعلا مع فنانة كبيرة يمكن كتير ما يعرفوهاش، وهي كانت في بداية السينما المصرية، عزيزة أمير، واللي دورة أسوان لأفلام المرأة العشرة بتحمل اسمها كانت من هؤلاء. قدرت ان هي تحلم انها تشتغل في صناعة جديدة تماما اسمها السينما، مش بس انها تبقى موجودة بتعمل افلام، لكن بتنتج افلام وبتكتب الافلام وبتحقق حلمها من خلال الافلام. هي عزيزة مش بتمثل نفسها، لكن بتمثل واحدة حلمت وفتحت الباب بعد كده بنات جيلها وبنات بلدها ان هم يحققوا هم كمان احلامهم. جيل ورا جيل كل واحدة كان ليها حلم، كل واحدة كان ليها ظروف، لكن الاكيد انهم لم يتوانوا ابدا في تحقيق احلامهم من خلال السينما. هنتابع معاكم ندوة على اعلى المستوى لما نشوف فيها معالي محافظ اسوان موجود، ونشوف فيها كمان سفيرة الاتحاد الاوروبي في مصر وفي جامعة الدول العربية، بالاضافة لعدد من المتواجدين والممثلين دوليا على رأسهم سفيرة قبرص اللي موجودة وبتشارك في فعاليات المهرجان الخاصة بالمرأة للاهتمام بالجزء الثقافي واللي بيجمع دول كتير، ويمكن قبرص قريبة مننا دايما وبنشوف اننا بنتشابه الى حد ما. هنتابع معاكم الندوة الخاصة بصانعات الاحلام عزيزة امير بحضور بشرى، بحضور سماح انور، بحضور عدد من الموجودين في مهرجان اسوان لافلام المرأة اللي بيدعموا الفكرة. لكن الاهم والحضور الاهم هو الحضور العام من خلال وجود فتيات من اسوان هم كمان اصحاب حلم بيقرروا ان هم يحققوه، فخليكم متابعين. الحقيقة النهاردة الفعالية والاهتمام من معالي سفيرة الاتحاد الأوروبي كبير جدا لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، مش السنة دي لكن كمان من السنة اللي فاتت. الحقيقة احنا سعداء بوجود حضرتك معانا معالي سفيرة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجلينا إخوارست، ويمكن لينا هذا اللقاء باللغة العربية لأن هي ليها ثقافة عربية ومهتمة بالثقافة والحقيقة الأفلام كمان العربية. في البداية شفتي ازاي الندوة اليوم وتفاعل الموجودين؟ قوي قوي حقيقي، اللي انا شفته اليوم ايضا امبارح وزي ما انت قلتي السنه اللي فاتت. كل ما باجي اسوان هنا في المهرجان الطاقه الايجابيه اللي موجوده. طبعا احنا بنعمل ورش عمل كتير، انت شفتي حضرتك الطاقه من هناك من الشباب والشابات كلهم ليهم احلام كتيره جدا وعايزين يحققوا من الاحلام دي. وانا بصراحه من الاتحاد الاوروبي ان احنا ممكن نساعدهم في تحقيق الاحلام، ده شرف كبير لينا اولا. بس برضو ضروري انه انا احب يكون زي ما انت تحبي كل الناس يحبوا يعملوا الشغل اللي هم عايزين يعملوه. احنا عن طريق السينما والثقافه والتبادل الاراء نكون قريبين من بعض. انا حقيقه انا بحس فعلا ان الثقافه بيننا وبين مصر واسوان والاتحاد الاوروبي ثقافه قريبه جدا زي ما انا قلت النهارده، وفعلا احس الموضوع ده الشراكه والاهتمام بالشراكه دي واننا بنشوف ثمارها من خلال الافلام. شايفه ازاي يعني المجموعه اللي شاهدتيها حتى الان، لان عارفه في فعاليات كتيره وحضرتك موجوده فيها شخصيا على الارض، شايفه ازاي حتى الان نتاج البنات من الافلام انسانيا زي ما انت دايما بتقولي، يعني في تقارب الانساني، شايفاهم ازاي نتاج عملهم؟ عشان انت بتحسي عن طريق التبادل من الستات والبنات. بيجوا لي مثلا امبارح والنهارده برضه اولا بيقولوا انا حسيت ان انا عندي قدريه اعمل حاجات كتيره جدا. الجمله دي تاثر فيا، انه بمعنى قبل ما كانش في الفكره ان عندها القدريه دي، النهارده في القدريه، في كمان في نفس ان البنت او الولد يعني الاثنين احنا انسان يكملوا على التدريب والتعليم والقدريه دي. ودي انا بحس فعلا انه في امكانيات كتيره جدا، وعن طريق التعاون الشراكه الاستراتيجيه بين الاتحاد الاوروبي والشعب المصري والشعب هنا من اسوان ممكن نعمل تقارب الانسانيه اكتر واكتر واكتر، وده بيخلي العالم والحياه احلى بكتير. ده حقيقي. لو هقولك فيلم حتى الان مس قلبك من المشاهدات اللي كنت شاهدتيها او حتى من اللي قبل كده، حاجه مست قلبك على المستوى الشخصي؟
انا شفت افلام كثيره جدا. انا هقولك بس ان احنا شفنا دلوقتي، معلش ده كان فيلم قصير عن حياه، مش حياه عزيزه امير، لكن عن كل السيدات في السينما، المخرجات، المنتجات، الكاتبات. يمكن انا قلت لك قبل كده لما اول مره جت مصر انا كنت مهتمه جدا بالكاتبات المصريات. ان انا بشوف الكتب، انا براهم، الافلام انا بتفرج عليهم، المسرحيات ان انا بشوفهم. انا نفسي ان الثقافه دي تعيش مده طويله جدا، واحنا ندي تأييد، ندي السبورت للثقافه دي. فما اقدرش اقول لك في اي فيلم احلى من الثاني. لسه قدامي افلام كتير لازم اتفرج عليها، فان شاء الله الفتره ان انا موجوده في مصر هتفرج على كل ان شاء الله. ان شاء الله، وشكرا لهذه الشراكه وشكرا لوجودك معانا. شكرا ليكي، شكرا، ميرسي.